مساء الخير يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني. قبل ما ابدا الفيديو احب ارحب بكل واحده اشتركت عندي. اقول لها منوراني وعلى راسي، وجودك فعلا مفرحني. النهارده بقى ان شاء الله فيديو جديد اول مره اعمله، اللي هو ترتيب المكان اللي انا بخزن فيه الحاجه اللي بجيبها. طبعا شفتوا فيديو المشتريات، الحاجات كانت ما شاء الله. فانا بقى بخزن حاجتي فيه، لان أنا جالي باين تعليقين سؤال زي كده. فانا اصلا بصوا البتاع بتاعتي صغنطوطه كده خالص، هي اصلا ضرفه من ضرف الشوفونيره بتاعت اوضه النوم. انا عندي التربو، بس اكتشفت في التربو ان الحاجه بتبوظ، لان التربو مفتح من ورا والسند طبعا على حيطه. والحيطه دي فيها رطوبه، يعني مطرح الشتاء وبتاع. فاكتشفت ان بعد كده ان الحاجه بتبوظ فيها بسرعه. وبرضو خلي بالك، وكمان التربو بيبقى نازل قوي للارض. فديت برضو من الحاجات اللي بترفع الرطوبة في التربوهات، لو مفتحة بالذات. فقلت ان انا احط مثلا حاجتي في ضرفة زي كده. فلقيت الحاجة ما شاء الله عليها، يعني دلوقتي اصلا مكركبة طبعا زي ما انتوا شايفين. طبعا كل حاجة خلصت يعني. في الميزان، لو على فكرة يا بنات، لو ما في حد ما بيعرفش يشتغل على الميزان ده يقولي، وانا اعمل لكم فيديو ازاي بتشغلوه، لان شفت في ناس مش عارفة ان هي تشغله. وفي اهو كيس مكرونه اكتشفته معاكم بالصدفه. وفي تقريبا ده كيس دقيق تقريبا. اهو بص، كيس دقيق ذره اهو. حتى كمان انا كنت واخده منه ذره اصفر لما عملت الكيكه. ف فديت بقى تتظبط. وده تقريبا كيس رز اهو. ودي طحينه، ودي اكياس الحراريه. وده مش عارفه ايه اللي جابه هنا. لا، وده في كمان مكرونه، في مكرونه شعريه. طيب خير وبركه. ودوت طبعا كنت استخدمته معاكم قبل كده. فايدي بقى انا رميته هنا. وهنا في علب شاي بابا كان لسه جايبها. ودي الماركه ديت بتاعت الاعشاب ديت حلوه قوي، دكتور لايف. وفي زيت زيتون انا بستخدمه للبشره، كنت الاول بستخدمه في الاكل، فبقاله عندي مده فما استخدمهوش، ما استخدمتوش بصراحه في الاكل. وفي ايه تاني؟ في سبرينكل اهوت. ديت الخلطه ديت ما كانش طعمها حلو قوي، كان طعمها زعتر وانا ما بحبش الزعتر، فهي اتركنت. ودوت كان برطمان عندي بتاع النسكافيه، فخلص فحطيت فيه السكر اسمه ايه، السكر البني. وفي هنا الفانيليا، وفي هنا باقي النسكافيه. وفي هنا ايه تاني؟ بص انا حاطه ايه هنا. حاطه هنا فحم. ليه الفحم؟ لو في مثلا اي حاجه، طبعا كل حاجه هنا ليها ريحه. الزيت ليه ريحه، السبرينكل ليه ريحه، النسكافيه ليه ريحه، الفانيليا ليها ريحه. فكل ده لما بيجي على بعضه بيطلع كده ميكس ريحه اكيد مش حلو. ف فان انت تحطي حاجه زي كده في دولاب الخزين بتاعك بيشفط كل الريحه اللي مش مستحبه. فده حاجه حلوه قوي. انا اصلا جربتها وشفتها في قناه، بس كانوا حاطينها تحت الحوض. فانا قلت ليه اجربها يعني. او في التلاجة لو انت تلاجتك مش اللي هي بلازما. فقلت ليه لا اجربها كده واعمل. فعملت، فما شاء الله والله العظيم اي ريحه كانت موجوده. طبعا بقى مطرح الحاجات دي. وكمان كنت بصوا تقريبا، بصوا يعني الواحد كده بيكتشف حاجات. بصوا بسم الله. هي ديت اصلا كنت جايباها معاكم وقلت ان انا هعملها ومش عارفه ايه. فمش عارفه اتقفلت منها وما عملتهاش. يعني الواحد اصلا بيشتري كده حاجات ومش بيستخدمها. وفي هنا هو كنت الفلفل الاسمر اللي انا كنت جايباه برضو في مشتريات قبل كده. استخدمت منه شويه والباقي لسه، طبعا لسه في البتاع، لسه ما خلصش. وهنا بقيه الكاكاو اهو، كانت خلاص اهي بتخلص. عايزه والله ابقى اعمل كيكه الهوز عشان وحشتني. وفي هنا بقى برطمان فاضي، وديت تقريبا فيها شويه طحينه. عايزه اطلعهم واحطها على اللي تحت ديت، بما ان هي لسه فيها. بس انا بقى كل اللي انا هعمله ان انا هشيل الليله الحلوه دي كلها، وبعد كده نرجع. انا هنا بقى يا بنات خلاص فضيت المكان.
وكل اللي انا هعمله طبعا بقى شايفين بقى الرز الواقع ومش عارفه ايه. كل اللي انا هعمله ان انا بقى ايه، بشيل البتاعه دي عادي بقى برفضها في الارض، وبعد كده بكنس الارض تاني بالمكنسه الكهرباء. هي اصلا هي على فكره مش مجيره زي ما هي باينه كده. كل اللي انا بعمله بقى ان انا بنضفها كده، بمسحها كده. هي اصلا بص بسيطه جدا خالص، يعني ما فيهاش اي حاجه. يعني ممكن انت تكون حاجتك اللي انت بتحطي فيها حاجتك، المكان اللي بتحطي فيها حاجتك احسن من عندي. وبرجع ان انا افرشها تاني كده. انا لو في استنوا بقى، بس انا اوقات بعمل حاجه حلوه، بجيب المكنسه اللي بالكهرباء وبشفط كل ده، فكل دوت بقى ايه خلاص بقى بيتشفط. وكمان بحب الحركه دي في التربوهات جدا. يعني انا التربو عندي فيه شويه حاجات بس الحاجات اللي هي ايه عارفه ان هي ايه مش كده، يعني ان هي مش هتبوظ يعني. ببقى حطاها في الرف التاني. فبحب بقى ايه لما بلاقي مثلا الحاجه خلاص بقى وقعت ومش عارفه ايه والكلام ده، فبجيب المكنسه بالكهرباء واشفط بقى ايه. انا بعمل الحركه دي تقريبا كل يومين، علشان حاجه زي كده بتنضف التربو حلوه قوي وبتخليه نضيف. فكل بقى اللي انا بعمله بقى ايه الحاجات بقى اللي زي كده. طبعا بقى كل ده انتوا شفتوه في فيديو المشتريات. فبرص بقى ايه الحاجه على بقى ايه، برص الحاجه على حسب بقى ايه انا بستخدم ايه. يعني ديت ممكن مثلا انا هستخدم واحد، فانا حطيت اهو التاني تحت دوت، مثلا احطه فوق، اسيبه فوق علشان الاستخدام يعني، فاهمين. وانا كمان بحب ان انا احط الذره الفشار في علبه، يعني بفضيه في علبه وبعد كده بستخدم منه، بيبقى احسن كتير. فطبعا بقى ايه برص بقى ايه المكرونه مثلا ديت 2 نوع دوت اللي هو بتاع الاقلام ده، بعمله كده. استنوا كده عادي بقى بترص بقى الرصه العاديه خالص خالص، ما فيهاش اي حاجه يعني. فانا بقى بحب ان انا ارص كمان مثلا ايه، يعني انا عارفه بقى ان ده قلام، عارفه ان ديت اللي هي الكبيره شويه، فايدي بحطها بطلع الحاجه على طول يعني. فدي اهم حاجه في الترتيب، يعني الترتيب بيسعد كتير معاكي انك تعملي الحاجه مظبوط. وممكن كمان مثلا ده خلاص يعني انا عارفه ان انا مش هستخدمه، عادي بقى احط عليه بقى ايه حاجه هستخدمها. يعني مثلا مكرونه اهي كده مثلا 3 اهو اتحط على اختها التالت، مثلا ده من نوع مكرونه تاني شعريه، اقوم ايه حاطه كده. وفي حاجه كمان، يعني انت اهو جايبه حاجه جديده ما شاء الله، جبتي حاجه المطبخ اهي، حاجه قصدي الخزين الشهري كله جديد. فانت مثلا ده هو باقي عندك من الشهر اللي فات ولا من الشهرين اللي فات مكرونه زي كده، ما تسيبيش دي وتستخدمي دي، لا طبعا تستخدمي دي تخلصيها بعد كده ترجعي تروحي للي انت جبتيه جديد. انما في ناس لو جابت جديد بتسحب من الجديد والقديم خلاص يتنسى، ولو اتنسى هيدوت، فحرام. فكيس زي ده اصلا مدفوع فيه 4 جنيه، طب ما حرام 4 جنيه تدفع تترمى في الارض وتبوظ. فيعني احنا اولى بيها يعني ان هي بقى ايه تتاكل يعني. فدي من الحاجات اللي لازم تاخدي بالك منها علشان ما تهدريش في الحاجه، لان الحاجه اصلا ما بتجيش بالساهل. انا حطيت اهو كيسين شعريه لان في كيس شعريه بره، فمش هحتاج الايام الجايه ان انا اخد من شعريه المطبخ. فهحط مثلا ايه المكرونه اللي هي المرمريه دي اهو، فيها اهو خواتم تاني تحط على الخواتم، المرمريه على المرمريه، علشان ابقى عارفه ان ده مرمريه، دي مش عارفه ايه، دي خواتم، دي فرن. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بقيه الخواتم، بقيه قصدي المرمريه اهي على بعضها، فشايفين. فما شاء الله يعني الحاجه بصوا مترصه كده ونضيف مفيهوش اي حاجه. والسباكيتي بقى ساعات احطها كده، وساعات مثلا لو في مثلا انا مش عارفه في حاجه تانية ممكن تتحط هنا لا في ان انا ارميها كده، يعني احطها كده، يا اما لو مش هتاخد مكان احطها كده بس كده، حطيتها كده احلى. بجيب بقى
يعني مثلا السحلب وانا جايبه 2 سحلب، فاحط واحد، احط واحد خلاص انا مش هستخدم ده، مش الحته ديت احسن، مش هستخدم ده، اقوم بقى ايه مطلعه واحد سايباه بره. اللي هسيبه بره ده هو اللي انا ايه، اللي انا هستخدمه. فانا عارفه طبعا النشا، انا دلوقتي حاليا النشا هحطه هنا كده بالعلبه بتاعته مقفوله وزي الفل، هحطه هنا لان انا مش هستخدمه الايام ديت، بس انا الايام الجايه اكيد هنقله في البرطمان بتاعه. فالحاجات ديت لما تنقليها ببرطمانات بتعيش اكتر. الشوكولاته بقى ديت ممكن ان انا اسيبها بره بما ان الدنيا ساقعه وكده، بس انا بفضل ان انا احطها في التلاجة احسن، لان هي هتقعد هنا على ايه يعني، بفضل ان هي تبقى في التلاجة تبقى احسن. سامحوني. ايه تاني اللبن بقى، اللبن يعني انا ايه، يعني انا اللبن، برطمان اللبن اهو، برطمان اللبن لسه فيه شويه، فانا ما بحبش ان انا ابقى جايبه لبن جديد وهو لسه فيه شويه، انا عارفه ان هم شويه صغيرين واستخدميهم وبتاع، انا هستخدمهم وهغسل البرطمان بعد كده بقى اقوم حاطه البرطمان الجديد، اللبن الجديد، فبيبقى احسن في الشغل يعني معاكي. فبما ان انا اللبن ده هستخدمه قريب، ان انا هعبيه قريب، فعادي، فانا ممكن مثلا خلاص بقى ان انا احطه كده هنا، علشان عارفه ان انا الايام الجايه هستخدمه. مثلا ايه تاني، القهوه، عارفه ان انا هعبيها في برطمانات عادي، ان انا ممكن اركنها كده هنا دلوقتي، وبعد كده اعبيها في البرطمان بتاعي. اما انا اوقات مثلا لما بكون جايبه مثلا ابوه كده صغيره وشكلها حلو، ممكن اسيبها كده يعني عادي. ايه تاني انا جايباه، بسم الله الرحمن الرحيم. النسكويك طبعا ليه برطمانه، فانا عارفه ان انا مثلا الايام الجايه هحطه في البرطمان بتاعه، فعادي بقى ان انا ارصه هنا كده. لما يعني الليله دي كلها بحب اعملها في يوم، وبعد كده لما احب ان انا بقى احط كل حاجه في برطماناتها، مش بيبقى يوم لوحده، لا بقى لما بقى تيجي بقى ايه وقتها بقى. وكمان من الحاجات اللي انت ممكن دي عادي، مرقه الدجاج عادي ممكن تحطيها هنا، بس انا بفضل ان انا احطها في التلاجة، بتبقى احسن مكانها كده وخلاص. ودي هنا معروفة يعني خزين نواشف ومش عارفة ايه، فالاحسن ان هي تبقى في مكانها، في مكان جاف يعني، في مكان بارد، التلاجة. خلطة البشاميل عارفة ان انا مش هستخدمها كتير وكده، فاحطها مثلا هنا كده، او ساعات مثلا ماشي جوه كده عادي بقى، تتشال بقى مطرحها ومش عارفه ايه والكلام ده. الخميره والحاجات ديت انا حطاها في التربو في اول رف من فوق، ابقى ان شاء الله بوريكي في مره التربو. الخميره عامله لها زي علبه كده، خميره وال اسمه ايه، والبيكنج باودر البواكي والفانيليا البواكي، بكون كده عندي علبه مربى، علبه قصدي حلاوه، حطاهم كده وكلهم متجمعين بقى في حته واحده، مش ان هما كده يترموا كده وخلاص، لا، انما هتفضل بقى مش عارفه ايه والكلام ده وفين راحت، فعلى ايه بقى ان احنا نفضل ندور. في كمان الكاكاو طبعا من الحاجات برضو اللي انا هفرغها في البرطمان، فلما برضو الكاكاو القديم يخلص افرغ الجديد. انا ما عنديش نسكويك بس اكيد هفرغه قريب. في ايه تاني، طبعا في الاندومي طبعا تعتبر من المكرونات، فهي اصلا تقريبا مش هتقعد يعني، هي هتتحط كده، ممكن كمان شويه ان انا اعملها يعني. نطلع بقى فوق شويه، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى ايه بعمل ايه، هي بقى الحاجات ديت بقى عادي انا ممكن انزلها كده عادي، ان انا ايه انزلها تحت كده عادي، ان انا عادي ديت بقى تبقى استخدامي يبقى في الاول. الحاجه اللي مش هستخدمها كتير، هو مثلا مش هعملها كتير، تبقى كده بعيد. انا هنا بقى يا بنات نفس اللي عملته تحت عملته فوق، نضفتها على قد ما اقدر يعني، هنا مطرح ما مسحت ورا ومسحت هنا فعملت لون. كل اللي انا هعمله بقى ان انا ايه هبدا ارص الحاجات اللي انا مش بستخدمها قوي، يعني الزيت انا مش بستخدمه كتير فبحطه كده ورا. انا دلوقتي الزيت ده بستخدمه في ماسكات يعني،
هبقى اوريكم ان شاء الله سكراب كده كويس جدا. والزيت ده لسه جديد على فكره، بس انا ما استخدمتهوش، انا حاليا بستخدم ده القديم. هحط الحاجات اللي انا مش بستخدمها كتير برضو زي الفلفل الاسمر، لان انا عندي بره عفوا والسبرينكل مش بستخدمه برضو كتير، يعني لو استخدمته يبقى للفشار بس يعني. ولبن البودرة لحد لما يخلص. دي ممكن اللبن البودرة اجيبه هنا كده، لان انا دلوقتي هنا بقى احط ايه، هحط المربى. ليه المربى بحطها هنا؟ انا جايبه علبتين، يعني انا جايبه اهي دي مشمش، بسم الله الرحمن الرحيم، ودي فراوله. فاحنا حاليا عندنا في التلاجة حاجات ان هي تتاكل، يعني مش لازم ان احنا هناكل ده الايام الجايه. فانا بشيلها هنا، اما لو هطلع واحده بس، مش هطلع الاتنين، لان دي خزين الشهر كله، كمان هيقضيني تقريبا نص واحد باذن الله اذا ربنا ادانا عمر. فبطلع بقى ايه كده. طبعا ديت اول لما تتفتح تتشال في التلاجة على طول، ما ينفعش هي تتساب بره، انما طول ما هي متبرشمه كده تتحط في مكان كده جاف. طبعا انتوا كلكم عارفين الكلام دوت يعني. العسل برضو بحطه هنا اول لما بيتفتح طبعا في التلاجة. الكلام ده في الصيف، لو في الشتاء عادي ممكن تسيبيه بره، بس الاحسن هو في التلاجة. العسل النحل، عسل النحل طبعا ايه هستخدمه اكتر، فبحطه مثلا هنا كده جنب الحاجات ديت. في هنا العبوه الصغنطوطه اللي انا شبطت فيها دي بتاعه امتنان، فجايه بقى ايه جنبها كده. وايه تاني؟ برطمان الزيتون ليه هحطه هنا؟ ان انا مش هستخدمه الايام ديت يعني، فهسيبه هنا بما ان انا مطبخي صغنطوط يعني، انتوا عارفين يعني. فمش لاقيه له يعني مكان. فانا كمان احتمال كبير ان انا احط الزيتون يا اما في التلاجة لما افتحه يعني، يا اما افضيه في برطمان غير ده، عشان ده انا خايفه ان هو يتكسر. برطمان الصلصه طبعا، برطمانات الصلصه طبعا انا عندي صلصه في التلاجة بستخدم فيها لحد لما تخلص. فطبعا برضو من ضمن الحاجات اللي انا بسيبها هنا. شايفين الترتيب احسن من الاول بكتير بكتير بكتير. في ايه تاني؟ في الفانيليا لحد بقى ايه برضو كده هنا، او مثلا انا مش هستخدمها كتير على فكرة. الفانيليا ديت مش ب10 جنيه، طلعت ب17، فاللي هيجيبها يعني. وطبعا بقى ايه بحط بقى ايه الحاجات القديمة بقى التانية. انا طبعا دلوقتي طالما انا الضرفة ما شاء الله خدت خزين كتير، خزين اللي انا جبته، فان انا مش هعرف ان انا احط فيها البتاع ده الميزان. فانا عندي ظرفة تانية قصادها، فبقى ان شاء الله هصورها لكم في يوم. احط مثلا النسكافيه اللي هو قرب يخلص خلاص، مش عارفة في كام واحدة اهو، في بتاع 4 باين او 5، فنخليهم كده بعلبتهم احسن بدل ما يترموا كده يعني ويبوظوا الدنيا. فخليها كده لحد لما تخلص. في ايه تاني؟ الشاي ده بقى انا لسه عندي شاي شويه من احمد، فلسه لما اغسل بقى البرطمان ابقى احطه. ممكن ان انا احطه هنا كده عادي، يا اما ممكن مثلا فوق كده عادي يعني. قشطه كده كويس. ايه تاني؟ طبعا برطمان، طبعا بقى ديت بقى الحاجات الجديده ورا، الحاجات بقى اللي انا جبتها اللي هي اللي بستخدمها. الطحينه قدام، انا ما جبتش طحينه الشهر ده. في ايه تاني؟ طبعا بقى في بقى ايه بواقي مكرونات والحاجات ديت، فممكن مثلا ان انا احطها، لا بلاش هنا، ممكن ان انا احطها في مكان تاني يعني قريب مني ان انا استخدمها، او احطها تحت، لان انا مش عارفه احط ايه هنا. الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيق برضو ما بحبش احطه في التربو، لان في التربو بيبوظ. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا. ازاي تعرفي ان في حاجه باظت عندك؟
انك لما تلاقي عارفه الهموشه دي اللي هي احنا بنقول عليها روح، والله دي روح مش عارفه، امي جايه تزورنا والكلام ده، الكلام الفارغ ده. طبعا الكلام ده مفهوش اي اساس من الصحه. ده دليل ان في حاجه عندك في البيت بايظه، حاجه من الاكل، حاجه مدوده، لان اصلا الدود ده بيتقلب بعد كده فراشات، فالفراشات ديت بتطلع وتطير، فاهمين؟ آه ف فلما تلاقي حاجه زي كده فتشي في حاجتك. وانت اصلا المفروض طول الوقت تكوني بتفتشي في حاجتك على طول، يعني انت عارفه انت جايبه ايه، فلازم ان انت تفتشي فيه علشان تعرفي انت ايه اللي باظ عندك وايه اللي تجيبيه وايه اللي ما تجيبوش والكلام ده. انا كده بقى خلاص بقى خلصتها، يعني بقيت الحاجات تانية كاتشب ومش عارفه ايه. وفي برضو بس استنوا، السكر، تعال السكر، السكر البني بس كده. وهنا برضو في شوية برضو بتاع، يعني ممكن ان انا برضو احطها ورا لحد لما تخلص، اقوم رامية العلبة. بس كده. كل بقى بقية الحاجات اللي بره دي، الشاي طبعا، الشاي دوت هضمه برضو في تحت، يا اما هفضيه في العلبة لو لقيت العلبة تاخد كمية البواكي دي، لو هي جايبالي، مش عارفة جايبلي كل ده ليه. مثلا رز زي كده برضو لسه انا عندي كيس مفتوح. انا اصلا مش بستهلك رز كتير يا جماعه، يعني احنا اصلا 3 في البيت، فلما بعمل كوبايه واحده بس وبتقضينا، يعني لان انا اصلا من النوع انا مش باكل رز كتير. بس. وفي كمان اهي كركديه ديت برضو ممكن احطها ورا، ملهاش بتاع، ملهاش مكان، يعني ده بقى المقزق بقى اللي انا ببقى فيه. هشوف لها بقى مكان بره. بس ده كان بقى فيديو النهارده، عشان بقى هو هيطول كتير جدا. ده كان فيديو النهارده. خلاص انا كده خلصت فيديو النهارده. انا عارفه ان هو طول شويه حلوين، بس ان شاء الله كده تتحمسي كده تقومي توضبي حاجتك وتشوفي ايه اللي ناقصك وتشوفي ايه اللي هتشتريه. ان شاء الله فيديو كده تحميس ان انتي تقومي تشوفي الضرفه بتاعتك اللي بتلمي فيها حاجتك، يا اما التربو، وتوضبيه كده علشان تبقي كده اي قاعده مستريحه كده بقى في الشتاء، وانك ما عندك حاجتك الحمد لله، وتقعدي كده. بس انا كده بقى الحمد لله خلصت كده، وبقيت الحاجه اللي هي الزياده هنقلها في الضرفه التانية، وان شاء الله هبقى اصورها لكم. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.